القصة بتبدأ في قرية هادية فوق التل. الناس اكتشفوا جريمة قتل بشعة. المفتش يونج وصل للمكان ولما شاف المنظر اتصدم. 2 متجوزين مقتولين بطريقة وحشية والدم مالي الأوضة كلها. التحقيق بيكشف إن الجريمة ما حصلتش في المكان ده وإن الجثث اتنقلت للأوضة دي واتسابوا ينزفوا لحد ما ماتوا. المكان كان شكله غريب جدا كأنه موقع لطقوس شيطانية. بره البيت يونج بيلاحظ إن في راجل قاعد في الركن وساكت وجسمه مليان دمامل وجروح وهدومه غرقانة في الدم وكأنه مش واعي للي بيحصل. الناس كلها بتقول إن هو القاتل، بس الغريب إنه ما حاولش حتى يهرب، قاعد كده كأنه مستني إن حد يقبض عليه. يونج حس إن الراجل ده وراه حاجة مش طبيعية. بعد كده لما اتكلم مع زميله سمع حكاية أغرب. بيقول له إن في راجل ياباني جه القرية من فترة واتشاف في الغابة وهو بياكل لحمة نية من غزال ميت، ومن بعد اليوم ده الوفيات الغريبة بدأت تحصل في القرية. يونج قال لنفسه مستحيل دي تكون صدفة، وفجأة النور قطع في اسم الشرطة وظهرت ست عريانة على باب الاسم. يونج وزميله جريوا ناحيتها بس فجأة اختفت كأنها دخان. بعد شوية يونج جاله تليفون عن حريقة في بيت، ولما وصل لقى ان في ست لسه عايشة بس كانت في حالة هيجان بشكل مرعب وهجمته ووقعته على الأرض، بس زميله قدر يسيطر عليها بالعافية. يونج وهو بيقوم شاف الراجل الياباني واقف وسط الناس بيبصله بهدوء، ولا خايف ولا متفاجئ، كأنه عارف ان ده هيحصل. يونج وقتها لاحظ ان الست دي هي نفس اللي كانت واقفة قبل كده عند باب الاسم، بس قبل ما يلحق يسألها عن أي حاجة اتقتلت. التحقيق بيقول ان عيلتها ما ماتتش في الحريقة زي ما افتكروا، دول كلهم اتذبحوا والشرطة فكرت انها قتلتهم وبعدين انتحرت من الندم. بس لما يونج سأل الجيران طلع فيه دليل جديد. قالوا له ان الراجل الياباني راح بيتها قبل فترة ومن بعدها هي اتغيرت خالص، بقت تمشي في القرية بالليل من غير هدوم والناس شافوا على جسمها دمامل وجروح. يونج افتكر وقتها اول متهم لقوه وكان جسمه برضه فيه نفس الدمامل والجروح المرعبة دي. وهو بيتكلم مع زميله عن اللي حصل فجأة بنت اسمها مونجوجو ظهرت ورمت طوب على يونج. هم افتكروا انها مجنونة وخلاص، بس بعدين مونجوجو كلمته وقالت له يجي معاها للمكان اللي حصل فيه الحريق. ولما وصل هناك قالت له انها شافت الست وهي بتقتل عيلتها بعينيها، يعني مونجوجو كانت هي الشاهدة الوحيدة على المذبحة دي. يونج بسرعة اتصل بزميله وقال له يجي حالا، بس اول ما قفل الموبايل ولف اكتشف ان مونجوجو اختفت. يونج افتكر انها مستخبية في مكان قريب فبدأ يدور عليها، واثناء ما هو بيدور شاف راجل غريب عريان وقاعد على الارض وبياكل جثة حيوان متعفنة، وفجأة الراجل لف راسه وبص عليه. يونج اتخض وجري على طول، بس الراجل بدأ يجري وراه، وفجأة يونج صحي من النوم وكان ده كابوس مرعب بالنسبة له. ولسه بيحاول ياخد نفسه من الخضة مراته دخلت عليه في حالة فزع وقالت له ان بنتهم درجة حرارتها عالية جدا. بس يونج لسه عقله كان مشغول بالأحداث الغريبة اللي بتحصل في القرية، وقال لمراته تخلي بالها من بنتهم، وخرج مع راجل من القرية يدوروا على الياباني الغريب. وهم ماشيين في الجبال الجو قلب عاصفة وبرق ضرب الراجل اللي معاه وبسرعة نقلوه للمستشفى. يونج كان حاسس بالذنب جدا من ناحيته، وفي المستشفى سمع صوت دوشة طالع من أوضة. دخل يشوف لقى المتهم الأول في قضية القتل اللي الناس قالت إنه قتل الاتنين المتجوزين وقعد بيترعش قدامه بعنف قبل ما يموت. دلوقتي الاتنين المشتبه فيهم ماتوا ويونج بقى متلخبط أكتر من الأول. بعدها وهو قاعد لوحده بيحاول يربط الأحداث ببعض سمع صرخة جاية من أوضة بنته هوجين. جري بسرعة ولما دخل شافها بترتعش بعنف زي المتهم اللي مات قبل كده. يونج حصلت له صدمة ورعب، بس قرر إن هو يكمل في التحقيق بأي تمن. يونج ومعاه عسكري قدروا ان هم يوصلوا للمخبأ بتاع الراجل الياباني، ولقوا ان المكان مليان طقوس غريبة جدا، وفي أوضة مخفية لقوا فيها صور كتير لضحايا القتل كلهم. وهم بيحاولوا يفهموا اللي شافوه، الكلب اللي كان موجود فجأة بقى عنيف وهايج، وفجأة الراجل الياباني ظهر. هم في الوقت ده حسوا ان الراجل ده وراه سر كبير، بس بدل ما يأذيهم قال لهم بهدوء سيبوا القرية وامشوا. وهم راجعين العسكري اللي مع يونج قال له بصوت واطي انا شفت حاجة جوه المخبأ خوفتني جدا، كان في فردة جزمة صغيرة ودي بتاعت بنتك يا يونج. يونج أول ما سمع الكلام ده جسمه أشعر، ولما رجع البيت سأل بنته هوجي لو ضيعت جزمتها أو حاجة، وبنته ردت عليه بطريقة باردة جدا وقالت له إن دي مش جزمتها، وبدأت تشتمه بألفاظ وحشة وغريبة على الرغم إنها كانت طول عمرها طيبة. بس تصرفها المفاجئ ده رج يونج من جواه. في نفس الليلة وهي نايمة يونج بص من فتحة الباب على أوضتها ولقى رجلها مليانة دمامل وجروح زي ضحايا القتل اللي شافهم قبل كده. خاف عليها جدا وقرر إنه
يواجه الياباني بنفسه، ورجع هو وصاحبه لمكان الياباني وهددوه، قالوا له يمشي من القرية وما يقربش من هوجي تاني، وكمان كسروا المكان الغريب بتاعه. بس أول ما عملوا كده الكلب اللي كان متسلسل فلت وهجم على يونج حاول يدافع عن نفسه فقتل الكلب. ولما رجع البيت حصل شيء مرعب، نص جسمه فجأة اتخدر وحصل فيه شلل، ولما طلع يبص على الباب لقى الكلب اللي قتله متعلق من رجليه قدام البيت. مراته كانت مرعوبة ومش مصدقة اللي شايفاه، وفجأة صرخات طلعت من بيت الجيران. يونج ومراته جريوا هناك ولقوا الراجل الكبير بتاع البيت ميت بطريقة بشعة، وفي ركن الأوضة بنته هوجين واقفة مرعوبة وماسكة سكينة كأنها بتحاول تدافع عن نفسها من حاجة مش باينة. ساعتها يونج اتأكد ان الراجل الياباني هو السبب ورا كل ده، بس قبل ما يروح وراه كان لازم الأول ينقذ بنته. كان في حالة يأس رهيبة، فراح لراجل معروف في القرية بيعمل طقوس طرد الأرواح اسمه إيل جوانج. أول ما شاف هوجين قال إن حالتها خطيرة جدا وبدأ يتمتم بكلام غريب، وبعدها طلع بره البيت فيونج طلع وراه. إيل جوانج قال ليونج يشيل جرة مياه تقيلة جدا ويحطها في نص ساحة البيت. ولما كل حاجة بقت جاهزة جوانج بدأ يعمل طقوس التطهير الغريبة. بعد ما خلص الطقس هوجين وقعت على الأرض فجأة وفقدت الوعي تماما. ساعتها جوانج سأله يا يونج انت دخلت مكان نجس أو فيه شر قبل كده؟ يونج افتكر على طول المكان بتاع الياباني. جوان قال له يبقى الشر اللي كان في المكان ده دخل جسم بنتك واستحوذ عليها، ووعده انه هيعمل المستحيل علشان ينقذها. في نفس الليلة بدأت معركة روحية غريبة جدا ما بين إيل جوانج والراجل الياباني. كل واحد فيهم في مكانه بس بيبعتوا طاقتهم لبعض زي حرب أرواح. كل ما الصراع بينهم يزيد جسم هوجي يهتز أكتر وتصرخ بألم رهيب. جوانج بيقاوم بكل قوته ضد الطاقة السوداء اللي بيبعتها الياباني، والفترة باين إن جوانج هو اللي كسبان. بس كانت هوجي خلاص على وشك إنها تموت، وفي وسط دموعها دي بصت لوالدها وقالت له وقف اللي بيعمله ده. يونج اتكسر من جوه وهو شايفها بتتعذب، وفي لحظة يأس جري بره الأوضة وفضل يكسر في مكان جوانج. بس اللي عمله ده كان غلطة كبيرة، الياباني استغلها وهرب. بعد ما جوانج مشي يونج قرر انه هيواجه الراجل الياباني بنفسه. جمع شوية من رجالة القرية اللي واثق فيهم وتسلحوا كويس وراحوا للمخبأ بتاع الراجل الياباني. لكن لما وصلوا للمكان بتاعه ما كانش موجود هناك، بدل منه طلع من الغابة مخلوق مرعب جدا، وشه مشوه كأنه جثة ميتة ماشية. يونج عرفه على طول ده نفس الراجل اللي قتل مراته من كام يوم واختفى بعدها. الناس كانت فاكرة انه مات، بس دلوقتي واقف قدامهم حي، او بالاصح زومبي. الزومبي ده هجم على يونج والرجالة حاولوا يقاوموه بكل الطرق، بس الغريب ان كل الضرب ده ما كانش بيأثر فيه خالص، وكان مركز جدا انه يقتل يونج وقع مرعوب ومش قادر يتحرك، والزومبي بيقرب منه خطوة بخطوة، وفجأة المخلوق ده وقع على الأرض وسكت تماما. بعدها يونج لمح الراجل الياباني واقف بعيد وشايفهم، فطلعوا يجروا وراه في الغابة، بس للأسف كان هرب منهم وما لقوش ليه أي أثر تماما. يونج وقتها حس انه خلاص كل اللي فاضل ليه في الدنيا هو انه ينقذ بنته مهما حصل. بس يونج ما كانش يعرف ان الياباني لسه موجود معاهم في نفس المكان ومستخبي. وفجأة الياباني شاف البنت الغامضة واقفة وبتبص عليه فجري وراها، بس قبل ما يلحقها جت عربية وخبطته، واللي كان سايقها يونج نفسه. يونج اتصدم لما شاف الراجل الياباني وشال الجثة بتاعته ورماها علشان محدش يعرف اللي حصل، ورجع على المستشفى علشان يطمن على بنته. ولما وصل هناك لقى بنته ان حالتها اتحسنت والحرارة نزلت وكل حاجة رجعت طبيعية. يونج افتكر خلاص ان الكابوس انتهى، بس للأسف ده كان مجرد هدوء ما قبل العاصفة. في نفس الليلة حصلت مصيبة تانية في القرية، راجل قتل مراته، والكارثة ان الراجل ده كان زميل يونج في الشغل. ساعتها يونج فهم ان الشر مش كله جاي من الياباني، في حاجة اكبر ورا كل ده. وفي الوقت ده الساحر إيل جوانج كان رايح يقابل يونج علشان يقول له الحقيقة، لكن اول ما وصل بيت يونج شاف البنت الغامضة واقفة عند الباب. مجرد ما شافها جسمه حصل فيه تشنجات ويترعش، خاف على نفسه وجري من القرية بالعربية. بس وهو ماشي فجأة حشرات غريبة بدأت تخبط على ازاز العربية، نزل بسرعة وبص حواليه ملقاش ولا حشر. وقتها فهم ان اللعنة مش هتسيبه حتى لو هرب. رجع على القرية وهو واخد القرار انه لازم يواجه الشر مع يونج لاخر نفس. اتصل بيه بسرعة وقال له ان البنت دي هي ورا كل اللي بيحصل، ارجع بيتك حالا، انا شفتها عند بيتك. يونج جري بسرعة على بيته، لكن اول لما وصل الكارثة حصل، لقى ان بنته اختفت. طلع يجري من البيت يدور على بنته، وفجأة وهو بيدور لقى البنت الغامضة قدامه، وبهدوء غريب قالت له بنتك رجعت البيت، بس لحد ما الروح الشريرة دي تتقبض ما تروحش البيت، ولو رحت الكل هيموت. بس
يونج ما صدقهاش، كان مقتنع ان الراجل الياباني مات خلاص، لكن البنت قالت له بثقة ان هو مش انسان، ده روح ملعونة بيرجع للحياة كل مرة، وانا الوحيدة اللي اقدر اوقفه. يونج كان تايه بين شك وكلامها، وفجأة التليفون بتاعه يرن. كان إيل جوانج اللي قال له بصوت مرعب: ارجع بيتك حالا يا يونج وشوف الحقيقة بنفسك. يونج قرر انه يسمع كلامه، ولما دخل بيته اتجمد مكانه. البيت كله كان غرقان في الدم، مراته وام مراته مقتولين بطريقة بشعة، وبنته واقفة قدامهم ساكتة كأنها مش معاهم. في اللحظة دي يونج فهم ان البنت كان عندها حق من الاول، وان الشيطان الحقيقي هو الياباني اللي كان فاكر انه مات، بس محدش صدقها. وفي نفس الوقت إيل جوانج دخل بيت يونج وبدأ يصور في الجثث، وهنا كانت الصدمة. الحقيقة بتظهر ان جوانج والياباني كانوا شركاء من البداية. جوانج كان بيستغل الناس وياخد فلوس منهم باسم الطقوس، ويونج نفسه كان ضحية من ضحاياه. اما الراجل الياباني كان غرقان في ظلام اكبر، وكان بيتغذى على الدم والخوف والقتل، وبيجمع صور ضحاياه كأنها تذكار من جحيم. وفي الاخر اكتشفنا ان كل ده طلع مؤامرة مرسومة، وكل خطوة فيها كانت بتقرب يونج من نهايته. يونج كان قدامه فرصة واحدة يصلح بيها كل حاجة، بس اختار انه يثق في الناس الغلط. غلطة واحدة بس مسحت كل حاجة في حياته.